أنا فالنسيا لكن انظروا إلى بيدري. هذا الميمز انتشروا من فترة طويلة على السوشيال ميديا، واحد يمجد في بيدري أمام بيلينغهام والثاني ينقص من إمكانيات بيدري. لذلك أنا قررت اليوم أني نحسم الأمر وننهي الجدال حول من الأفضل، بيدري أم بيلينغهام. اليوم سنضع النقاط على الحروف ونجري مقارنة رقمية وواقعية بين اثنين من أبرز مواهب كرة القدم الحديثة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد على قناة الكوارجي. مرحبا بكم في فيديو جديد. قبل ما نبدو ما تنسوش تدعمونا باللايك، تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس. خلينا نبدو بتعريف اللاعبين. نبدو باللاعب الأصغر وهو الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام بعمر 22 سنة. ولد بيلينغهام في 29 جوان سنة 2003. يبلغ طوله 186 سنتيمتر وميزانه 74 كيلوغرام. اللاعب ما شاء الله عليه يتمتع ببنية جسمانية قوية تساعده في الالتحامات الدفاعية والهجومية. ويشغل بيلينغهام خطة متوسط ميدان بكل أنواعها، سواء متوسط ميدان هجومي محوري أو دفاعي، كما أيضا بإمكانه اللعب كجناح وحتى كمهاجم وهمي. ويلعب جود بيلينغهام بساقه اليمنى، ويتميز أيضا بحسه التهديفي الكبير، جعله أحد المنقذين للريال في موسم 2023-2024، حيث اعتمد عليه أنشيلوتي، ونجح بيلينغهام في موسمه الأول بتسجيل 19 هدف مع ريال مدريد. نمر الآن لبيدرو غونزاليس لوبيز، أو بالأحرى بيدري. فبيدري هو ليس اسم اللاعب بل كونيتو. بيدري عمره 22 سنة وهو يكبر بيلينغهام ب 216 يوم، حيث أنه من مواليد 25 نوفمبر 2002. طول اللاعب 174 سنتيمتر وميزانه 63 كيلوغرام. بيدري يتميز برشاقته ومراوغاته وتمريراته الدقيقة، ويشغل خطة متوسط ميدان هجومي ومحوري. ويلعب بيدري أيضا بساقه اليمنى. بعد هذه الفقرة التعريفية نمر الآن لأهم فقرة، وهي فقرة الإحصائيات. سنقوم في هذه الفقرة بعرض أهم إحصائيات اللاعبين دون احتساب مبارياتهم مع المنتخبات. كل اللاعبين تقريبا ابتدأ مسيرتهما موسم 2019-2020. بيلينغهام ابتدأ مسيرته مع نادي برمنغهام الإنجليزي في الشامبيونشيب، من ثم انتقل لنادي بوروسيا دورتموند لمدة 3 مواسم من 2020 ل 2023، وأخيرا ومحطته الأخيرة التي يعيشها الآن هي ريال مدريد، وين ابتداها موسم 2023، وينتهي عقد بيلينغهام مع الريال في جوان 2029. شارك بيلينغهام طيلة هذه السنوات في 245 مباراة بمعدل 21405 دقيقة كاملة. بالنسبة للأهداف سجل بيلينغهام 66 هدف وقدم 53 تمريرة حاسمة، يعني مساهمته في الأهداف تقريبا كانت ب 119 مساهمة. وأحرز بيلينغهام طيلة مسيرته 6 ألقاب، 5 منهم مع ريال مدريد ولقب وحيد مع بوروسيا دورتموند. نمر الآن لبيدري. مثل ما قلت لكم بيدري هو الآخر بدأ مسيرته موسم 2019-2020. بداية مسيرته كانت مع لاس بالماس في 2019، وموسم 2020-2021 انتقل لبرشلونة، وين أصبح اليوم جماهير البارسا يلقبون بيدري بخليفة إنيستا. ينتهي عقد بيدري مع برشلونة في جوان 2030، وشارك بيدري في 238 مباراة في مسيرته بمعدل 17375 دقيقة لعب، سجل فيهم 30 هدف وقدم 27 تمريرة حاسمة، أي بمجموع 57 مساهمة تهديفية طيلة مسيرته الاحترافية. أما بالنسبة لإنجازات بيدري فتتمثل في 4 ألقاب، 3 ألقاب مع برشلونة ولقب واحد مع المنتخب الإسباني. نمر الآن لآخر فقرة في هذا الفيديو، وهي فقرة الحسم، فقرة المقارنة بين بيلينغهام وبيدري. المقارنة باش تكون تعتمد على الأرقام، فهي العامل الملموس والعلمي لتقييم اللاعبين. هذه المقارنة ستنقسم ل4 أجزاء تقييمية. أولا الأهداف، ثانيا التمريرات الحاسمة، ثالثا التدخلات الدفاعية، وأخيرا الألقاب المحرزة. بالنسبة للأهداف سجل بيلينغهام 66 هدف، في المقابل
بيدري في مسيرته سجل 30 هدف فقط، واللاعبان تقريبا لعبوا نفس الفترة الزمنية، يعني ابتدأ مسيرتهما في نفس الفترة، فهنا سيفوز بالنقطة هذه بيلينغهام بفرق كبير 66 هدف مقابل 30 هدف. نمر إلى التمريرات الحاسمة. بيلينغهام لديه 53 تمريرة حاسمة تقريبا، يعني بفرق كبير أيضا على بيدري الذي لديه 27 تمريرة حاسمة فقط، فهذه نقطة ثانية يفوز بها بيلينغهام، فالنتيجة الآن 2-0. نمر الآن إلى التدخلات الدفاعية. في التدخلات الدفاعية صراحة هنا المقارنة ستكون صعبة نوعا ما، لأنه بيلينغهام تقريبا لديه عدد أكبر من التدخلات الدفاعية، فاز تقريبا ب 327 تدخل أو تاكل يعني من جملة 475. أما بالنسبة لبيدري ففاز ب 230 تاكل أو تدخل من جملة 279. هنا نسبة نجاح بيدري في التاكلز أو التدخلات هي أقوى، تقريبا 82% من تدخلات بيدري كانت ناجحة، بالمقابل 69% هي نسبة نجاح بيلينغهام في تدخلاته. رغم أنه بيلينغهام قام بعدد تدخلات أكبر، إلا أنه بيدري يتميز بنسبة نجاح أعلى في تدخلاته الدفاعية، ولهذا أنا أعطيته النقطة لتصبح النتيجة 2-1 لصالح بيلينغهام. بالنسبة للألقاب مثل ما قلنا مجموع ألقاب بيلينغهام هي 6 ألقاب، أما بالنسبة لبيدري فمجموع ألقابه 4، يعني الأسبقية هنا ستكون لبيلينغهام الذي يحمل تقريبا أكثر ألقاب مع ناديه. البعض سيتحدث عن ألقاب الفردية التي تحصل عليها بيدري، طبعا هي ألقاب مستحقة لبيدري، لكن هنا علينا أن نحسب الألقاب الجماعية، لأنه رياضة كرة القدم مثل ما نعرف هي رياضة جماعية، لذلك أنا هنا ركزت على الألقاب الجماعية فقط ولم أركز على الألقاب الفردية للاعبين. فحتى بيلينغهام أيضا لديه جوائز فردية تقريبا، لكن أنا لن أحتسب أي جوائز فردية هنا للتقييم. فهنا يا شباب يكون الفائز عندنا هو بيلينغهام ب3 نقاط مقابل نقطة لبيدري. تقريبا هيك نتصور انه التقييم يكون عادل يا شباب. حسبنا الاهداف، التمريرات الحاسمة، التدخلات الدفاعية، والألقاب المحرزة جماعيا مع الفرق، حيث انه بيلينغهام فاز على بيدري من ناحية الأهداف. سجل بيلينغهام أكثر أهداف مقارنة ببيدري، الفرق تقريبا بعيد. أيضا الأفضلية لبيلينغهام في التمريرات الحاسمة، صحيح أنه بيدري لديه لمسات وتمريرات جميلة جدا، تمريرات تقريبا تكون أسطورية، يعني قارنه الكثير مثل ما قلنا بإنيستا في تمريراته وفي تحركاته، لكن هنا الفرق كبير وشاسع بين بيلينغهام وبيدري، تقريبا يتجاوز بيلينغهام بيدري بالضعف يعني في التمريرات الحاسمة، فأيضا يفوز بهذه النقطة. وبالنسبة للألقاب اخترت الألقاب الجماعية، لأنه كرة القدم لعبة جماعية، فالألقاب الجماعية هي الأهم من الألقاب الفردية. وأحرز بيلينغهام وساهم في إحراز تقريبا 6 ألقاب مع نواديه، 5 مثل ما قلنا مع ريال مدريد ولقب مع بروسيا دورتموند. أما بيدري فلديه 4 ألقاب فقط، 3 منها مع برشلونة ولقب وحيد مع المنتخب الإسباني في اليورو. حسب الإحصائية نستنتج أن الغلبة والأفضلية لبيلينغهام أمام بيدري. هذه المقارنة لا تنقص القيمة الفنية والتكتيكية لبيدري، والذي أيضا هو يعتبر مفتاح مهم لتشكيلة هانزي فليك مع برشلونة. واللاعبان صراحة هما حلم لكل مدرب، تخيل أنك تملكهم في فريق واحد. بيلينغهام لاعب صلب عنده قوة بدنية هائلة في وسط الميدان، وأجمل ما فيه هو عطاء لا محدود. هذه السنة تقريبا لعب موسم كامل بإصابة في الكتف. أما بيدري لاعب رشيق وفنان بمراوغاته وتمريراته السحرية. حتما سيكون لديك أقوى وسط في العالم إن امتلكت هذان اللاعبان. وأنت عزيزي المشاهد أعطيني رأيك، من هو الأفضل بيدري أم بيلينغهام، ولماذا؟ رأيكم يهمني شباب، خلينا نعرف شكون تفضلوا وشنو تتوقعوا إنهم يقدموا في الموسم الجاي. وأخيرا ما تنسوش تدعمونا باللايك، تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس. وإذا تحبوا مقارنة أخرى بين لاعبين آخرين حطوا لي في التعليقات يا شباب آرائكم. ومتو ما بقى لي كنقول لكم كان إلى اللقاء، ونشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي.